القاهرة فاطمية 100%. من يستطيع أن يهرب من فاطمية القاهرة؟ الأزهر. ما هو الأزهر؟ هو فاطمة الزهراء، هو مسجد فاطمة الزهراء. كل من تخرج وسيتخرج من الأزهر أو درس ويدرس في الأزهر لا يستطيع أن يخرج من جلدته. الأزهر قلعة من قلاع الفاطمية. لولا الفاطميين ما في أزهر. ما معنى الأزهر؟ معناها جامع فاطمة الزهراء. راجعوا كل ثقافتكم وأعيادكم ومواسمكم في شمال أفريقيا كلها شيعية. الآن يقولون إن الشيعة هي إيران والسنة هي العرب، وهذه أكبر كذوبة تاريخية. الحقيقة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار. من أين جت هذه التفسيرات المضحكة المبكية اللي على أصحابها؟ متى قامت دولة شيعية في إيران أو في أي مكان آخر خارج الوطن العربي؟ أول دولة شيعية في التاريخ هي في شمال أفريقيا، الدولة الفاطمية الأولى. أهل البيت هم اللي لهم الحق الإلهي في الحكم والإمامة. هذا هو أساس المشكلة، وهذا هو اللي واقع اليوم. الآن ما نقبلش من بعد اليوم أي واحد في الوطن العربي يحكم باسم القرآن أو باسم الدين أو يعمل دولة دينية ما لم يكن من أهل البيت، وإلا يكون هو غير جدير وماليش الحق وماليش الشرعية أبدا، ويسحب البساط من تحت قدامه وليسقط في الحضيض في 60 داهية. أنا استغرب يعني مثل الأردن كيف ما تكونش من الشيعة المتشيعة لآل البيت. هل معقول الأردن تؤيد معاوية، تؤيد أبو سفيان، تؤيد هند؟ لا يمكن. ما ليش تحسب نفسها سنة؟